كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا الزبادي من الحاجات الأساسية عندنا كلنا في رمضان، وطبعا دايما لازم نعمله كل يوم في السحور، وساعات ما بيبقاش عندنا وقت نعمله. هنعمل النهاردة زبادي في 45 دقيقة بالظبط، بقوام متماسك جدا جدا وكريمي جدا جدا، من غير ما نستخدم مكنة زبادي ولا فرن ولا نحطه في مية سخنة ولا أي حاجة من الكلام ده. لا وكمان موفر جدا جدا، يعني ب24 جنيه عملت 12 كوباية زبادي بحجم 95 مني. بس قبل ما نبتدي الوصفة، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي بسنت الألفي. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نشوف الزبادي الجميل ده عملنا ازاي. هنحضر بقى معانا كيلو من اللبن اللي هو بتاع البقال، ويكون كامل الدسم، يعني بقشطته مش منزوع الدسم خالص، علشان يطلع الزبادي بتاعنا مظبوط. لو مش حابين تستخدموا اللبن السايب، ممكن تستخدموا